السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الاي بي. هنتكلم عن تحصين الاي بي عشان ما يجيلكش الاي بي. لان للاسف في ناس كتير الفترة اللي فاتت او الفترة الحالية او مربيين كتير حصنوا اي بي وجالهم الاي بي، وناس ما حصنتش وما جالهاش، وناس حصنت وما جالهاش، وناس ما حصنتش وجالها اي بي. المهم النهاردة هقول لك ازاي تحصن اي بي، وايه السبب اللي بيخليك لو انت محصن اي بي بيجي لك اي بي برضه رغم انك محصن اي بي، وممكن يجي لك بضراوة شديدة او ضراوة عالية. المهم تابع معانا الحلقة بكل تفاصيلها عشان تفهم الموضوع. اولا يا جماعة ازاي تحصن ضد الالتهاب الشعاب الهوائي او الاي بي. اولا عشان تبقى عارف مفيش تحصينة للاي بي مناسبة لكل المزارع. ما ينفعش تاخد اي برنامج من اي منطقة وتشتغل عليه عشان هو ناجح في المنطقة دي. ليه؟ لأن عطرات فيروس الأي بي يا جماعة كتيرة جدا ومختلفة، وعشان كده بتختار التحصين المناسب ليك. لازم تعرف عطرة الاي بي اللي بتصاب بها مزرعتك او مصاب بها المنطقة بتاعتك عشان تحصن نفس العطرة دي. ده بتعرفه طبعا انك بتعمل بي سي ار، وبتعمل تحليل جيني للفيروس الحقل وكده، علشان تعرف العطرة اللي بتصيب منطقتك او بتصيب المزرعة بتاعتك عشان تحصن تحصين مناسب ليها. بلاش طبعا تمشي على برامج تحصين ناجحة في منطقة تانية. لازم تختار العطرة اللي عندك انت وتشتغل عليها، وبرنامج التحصين المناسب لعنبرك انت وللمنطقة اللي انت بتربي فيها. كمان افضل حاجة يا جماعة في التحصين ان التحصين الحي ضد الاي بي بيكون يا تقطير في العين، يا بعده الرش الخشن مش الرش الناعم يا جماعة على في التحصين. لا يفضل لتحصينات الاي بي الحقيقة اعطائها بالرش الناعم خالص، لانها بتدي رد فعل مفرط للتحصين. ولا يفضل في ماء الشرب نهائي، لانها بتأثر على كفاءة التحصين بشكل كبير. كمان عشان تبقى عارف جرعة الألف طير المفروض تخلص خلال 20 دقيقة لنص ساعة في موضوع التقطير، أو سواء بالرش أقصى حاجة على أقصى تقدير يعني. لأن بعدها بتبدأ كفاءة التحصين في العد التنازلي. التحصين حساس جدا للحرارة زي أي تحصين طبعا، لدرجة الحرارة إنه بيفقد 50% من فعاليته بعد ساعة من حله، وبيفقد فعاليته تماما بعد ساعتين من حله. درجة حرارة الماء المقطر أو الماء المقطرة اللي بتستخدمها للتطهير آه، يجب ألا تزيد طبعا عن 16 درجة عشان تحافظ على فعالية التحصين بعد حله لأطول فترة ممكنة معاك. حرارة إيدك على القطارة 37 درجة هتأثر على التحصين. عشان كده يا جماعة أول حاجة بتعملها بتحل أمبولات أول بأول، الأمبولات بتاعتك أول بأول، يعني تحل أمبول ألف بألف زي ما بنقول كده، وتشتغل ألف بألف، وتحطوا الألف في أكتر من قطارة، وتبدأ بالتبديل بينهم. يعني كل قطارة تشتغل منها 3 4 دقايق وتبدلها وتحطها في التلج وتستخدم قطارة تانية. تاني حاجة تمسك القطارة بطرف صوابعك يا جماعة، بلاش تبقى في قبضة إيدك عشان ما تسخنش معاك بسرعة. قلنا أهم حاجة تقسم القطارات زي ما قلنا. غير القطار كل فترة احتفظ بيها في التلج. دي أهم حاجات لازم تعملها يا جماعة معاك في التحصين. في كل الأحوال لا يجب الإسراف في استخدام تحصينات الأي بي يا جماعة. يعني ما تستخدمش أكتر من عطر عندك في المزرعة بتاعتك أو في منطقتك. العطرات أنتوا عارفين إنها عطرات متغيرة، فلازم تعرف العطرة اللي بتصاب بيها منطقتك أو العنبر بتاعك عشان تحصن ضدها هي. وعشان تكون عارف إن التحصين لو أنت عندك عطرة وحصنت بعطر مختلفة هتطلع لنفسك مصيبة جديدة، وهي عطرة تالتة أصلا مختلفة خالص كمان عن اللي موجودة عندك، فهيجي لك إصابات بضراوة وإصابات شديدة. الاي بي يا جماعة مرض خطير، مفيش حل مباشر له. التحصين بيجيب نتائج كويسة لو استخدمت التحصين الصح اللي هي العطرة الصح المناسبة لعنبرك. بلاش تقلد حد، ما تاخدش برنامج من حد ما مش عارف حاجة عن ظروف المنطقة بتاعتك. الأفضل في عطرة الاي بي تعمل لها التحليل بتاعها، سواء تحليل الوراثي جيني للفيروس، او بتعمل بي سي ار وتعمله عندك في منطقتك للدكتور اللي بيحط برامج التحصين، هو ادرى واحد
عندك في منطقتك، سيبك من المهندس فلان وسيبك من المهندس علان. الموضوع ده فاشل وبيحقق خسائر. لو اشتغلت كده ان شاء الله باذن الله الدنيا هتظبط معاك. على فكره، الاي بي لو جالك وانت مش محصن عطره مخالفه، لو جالك وانت مش محصن افضل من انه يجيلك وانت محصن عطره مخالفه. انا اسف بس عشان تبقى المعلومه واضحه. لو جالك وانت مش محصن خالص تقدر تتعامل معاه وهيكون افضل في التعامل وهيجيب معاك نتائج بسرعه افضل من لو انت محصن عطره مخالفه للموجوده، لانك بيجي بضراوه، لان العطرتين يعتبروا بيتحدوا مع بعض او بيتزوجوا مع بعض، طلعوا لك عطره ثالثه مختلفه خالص، فبتكون شديده الضراوه وبتكون عطره جديده وبسبب لنفسك كارثة في المزرعة. لأن أنتوا عارفين الموضوع ده زي والعياذ بالله الورم الخبيث، لما بيدخل في مكان بينتشر فيه بسرعة قوي ومحدش بيقدر يسيطر عليه. يا رب تكون حلقتنا النهاردة فادتكم وتكون مفيدة، وفي كده نقدر نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الاي بي. هنتكلم عن تحصين الاي بي عشان ما يجيلكش الاي بي. لان للاسف في ناس كتير الفتره اللي فاتت او الفتره الحاليه او مربيين كتير حصنوا اي بي وجالهم الاي بي، وناس ما حصنتش وما جالهاش، وناس حصنت وما جالهاش، وناس ما حصنتش وجالها اي بي. المهم النهارده هقول لك ازاي تحصن اي بي، وايه السبب اللي بيخليك لو انت محصن اي بي بيجي لك اي بي برضه رغم انك محصن اي بي، وممكن يجي لك بضراوه شديده او ضراوه عاليه. المهم تابع معانا الحلقة بكل تفاصيلها عشان تفهم الموضوع. أولا يا جماعة ازاي تحصن ضد الالتهاب الشعب الهوائي أو الاي بي. أولا عشان تبقى عارف مفيش تحصينة للاي بي مناسبة لكل المزارع. ما ينفعش تاخد أي برنامج من أي منطقة وتشتغل عليه عشان هو ناجح في المنطقة دي. ليه؟ لأن